تحضر معنا في البلاطو السيدة حنان قاصد رئيسة جمعية سفير. مرحبا بك سيدتي. شكرا على تلبية الدعوة. كنت أتحدث منذ قليل على حسيبة بن بوعلي، الشهيدة حسيبة بن بوعلي. نشوف اليوم أيضا ختيباية اللي ما زالت مرتبطة بالثورة ومرتبطة أيضا بالتاريخ في بين الماضي والحاضر. كيف كان وكيف يجب أن يكون دور المرأة في المجتمع سيدة حنان قاصد؟ المرأة دائما وأبدا وما زالت، وقبل الثورة يعني نعم. نشوفوا مثال لفاطمة نسومر يعني في وقت المقاومة كانت التحقت بالثورة على عمر 20 وين التحقت بمقاومة شريف بوبغلة. نعم. شفنا كان عندها فن الخطابة، فن الإقناع، وين كانت تخاطب شباب في مقاوماتها. شفنا حسيبة بن بوعلي يعني في الثورة كانت معروفة بذكائها. شفنا العديد من الشهيدات والمجاهدات، رمز النضال جميلة بوحيرد. يعني كنا نشوفوا المرأة كانت يعني حتى ولو ما شاركتش بالسلاح كانت تشارك بتربية أبنائها على الشهامة. نعم. على حب الوطن، على الاجتهاد. شفنا النساء وين كانوا يخيطوا الملابس، يعني كل كانت عندها طريقة في الجهاد. شفنا وين كانت تقرأ الرسائل، تعلم المجاهدين. يعني كانت لها دور فعال. وين تاريخنا يعني صح جابوا لنا الاستقلال، ما خلاونا مدرسة كبيرة نقراوها في النضال. نعم. ولا زالت المرأة الجزائرية يعني شفنا كأكبر دليل وقت الجائحة اللي جازت علينا. شفنا النساء تجندوا وين خدموا الوقاء الطبي. نعم. وين خرجوا رفقة التعقيم. شفناهم في كل ميادين. يعني ثورتنا المجيدة لازم على شبابنا اليوم وشاباتنا انهم يقراوا عليها، يتعلموا من شهيداتنا مجاهداتنا. يعني كان لهم دور كبير وفعال، ونعرفوا وين في سن صغير يعني شابات. نعم. 20 سنة. صالحة وثيقي يعني استشهدت وهي 14 سنة. يعني ما وصلتش من سن الشباب. يعني تاريخنا حافل. المرأة الجزائرية كما قلت ما زالت تقاوم. اليوم سيدة حنان قاصد، وأنت كناشطة جمعوية تعرفين جيدا أن هناك بعض الجهات التي حاولت وما زالت تحاول أن تشوه صورة المرأة الجزائرية. ما هو دوركم خاصة أنتم في المجتمع الجزائري حتى تعطوا للمرأة الصورة التي تستحقها سيدة حنان قاصد؟ نعاود نروح ونولي للثورة الجزائرية المجيدة. يعني لا فاطمة نسومر كانت تلقب بأخت الرجال، كانت يعني تلقب بخولة الجزائر. نعم. وين كانت تقود أكبر المعارك وكانت تحترم من طرف الرجال. كانت هي من تقود الرجال. اليوم نشوفوا انه المرأة يعني راي اخت الرجل، كانت ولا زالت اخت الرجل. نشوفوا هذيك نقدر نقول عنصرية. نعم. يعني رانا نشوفوا في مناصب عليا المرأة متواجدة في اي مكان وتقدر تكون في اي مكان. نعم. لكن بقات هذيك كما قلت إن أكبر مدرسة هي الثورة الجزائرية، وين شفنا كاع الشهيدات يعني ماما حسيبة بن بوعلي رحمها الله توفت رفقة رفاقها. كانت رفقة رفاقها يعني كانت هناك هذيك المكانة للمرأة وقت. ودوكا نشوفوا يعني نورمالمون يكون المستقبل أفضل من الماضي. نشوفوا هذاك النقص اللي نتمناو أنه يزول مع الوقت. ونحن عشية استفتاء ربما مهم السيدة حنان قاصد، ما هي رسالتك للشباب وأنت كشابة حنان؟ رسالتي للشباب عامة أنهم أمانة اللي خلاوها لنا يكملوا يحافظوا عليها. يعني واجب علينا أنه نحافظوا عليها. بالك غدوة يعني يوم الانتخابات نشوفوا أنه لازم يبديوا برأيهم سواء موافقين أو لا، أنه ما يخليوش الفرصة هكاك تروح. ويتعلموا كما قلت ونعاود يتعلموا من الثورة الجزائرية، يتعلموا من الشهيدات اللي ما خلاوش الوطن هكاك. يعني لكل مواطن جزائري لازم عليه يكمل في هذه الأمانة. نعم. لازم علينا أيضا نغرسوا كشباب حب الوطن في الأطفال، هم اللي يكونوا شباب مستقبلا. يعني إحنا كدورنا كمجتمع مدني ولا يعني نخليوا هذيك نغرسوا الوطنية هي أهم شيء، لأن باش نحافظوا على البلاد. كان هذا سيكون سؤالي لك حنان الآن. دور المجتمع الجزائري لتحقيق هذا التغيير وللوصول إلى طموح الجزائر الجديدة، ما هو دور المجتمع المدني الآن في هذا التوقيت حنان؟ دور المجتمع المدني يعني شفناه يعني رئيس الجمهورية وتكلم عليه. نعم. قال بأنه كان سند للدولة ويبقى دائما سند للدولة، ومنذ القدم هو سند للدولة. يعني المجتمع الجزائري يعني المجتمع المدني. نعم. يعني هم مجموعة من الشباب. هذه المجموعة من الشباب فضلت أنها تبدي رأيها أنها تخرج للميدان على أنها تتذمر من هذه الحالة ولا تتذمر من حالة البلاد ولا. يعني كمجتمع مدني كعنصر يعبر ماشي بالكلام ولا بمواقع التواصل الاجتماعي، كمجتمع مدني يعبر بالخدمة. يعني هذيك الخدمة كجمعية تستقطب شباب أول شيء حتى همهم حب الوطن. نعم.
يعني مهما يكون طابعها ثقافي أو تطوعي يعني، وتخلق هذاك الجو اللي كان مخصوص فينا الحب بيناتنا. يعني قبل ما نحبوا الوطن لازم نتعاونوا بيناتنا، يعني هنا يكمن الدور الفعال للمجتمع المدني. حنان، اليوم سنشهد إطلاق قناة الذاكرة، القناة الثامنة للتلفزيون الجزائري، كناشطة جمعوية، كامرأة وكشابة. ما الذي يمثله لك هذا الحدث حنان؟ يعني هذا حدث كبير يعني ولازمنا نجلبوا الشباب تاعنا، لانه الذاكره كثير مهمه. وكما قلت المدرسه الكبيره اللي انا كشخصيا نتعلم منها، يعني قريت وكملت قرايتي ومازالني نقرا على الثوره المجيده. يعني جميل. نتعلم بزاف من شهيدات الوطن، نتعلم بزاف من ذكائهم، من جرأتهم. نتمنى انها تكون لها صدى كبير هذه القناه، والشباب تاعنا يهتموا فيها، لانهم حتفيدهم كثير. انه بدون ماضي لا يوجد مستقبل. نعم. شكرا جزيلا لك حنان قاصد، رئيسة جمعية سفير. شكرا جزيلا لك على الحضور وعلى الإفاضة. فاصل.